التورته اللي احنا عملناها مع بعض، شايفين؟ وده اللي انا قلت لكم، الفيديو اللي انا قلت لكم هعمل لكم فيه نتصرف ازاي لو تورته 17 سم مش موجوده. تمام؟ شايفين؟ هي هتوصل للعميل بنفس الطريقه، اتنين في بعض، ولسه هنحط لزق هنا في كل الاماكن في كل الجوانب. تمام. هنا عملنا ايه؟ جبنا الكرتونه العاديه خالص بتاعتنا، مقاس اللي هي 35 في 35، وقطعنا الجنب ده بالشكل ده. تمام. خلاص احنا مش محتاجين ده، احنا هنحتاج دي لوحدها بس. تمام. وجينا هنا في الكرتونه الاصليه بتاعتنا قطعنا الحته دي بالمقص من هنا، عملنا كده زي حته صغيره هنا علشان بس تمسك لي الكرتونه التانيه. تمام. وهنيجي نركب دي كده، بقينا كأننا لبسنا كرتونتين في بعض. تمام. عشان نضمن انها برضو ما تجيش على العصيان هنا عندي والحاجات اللي في الستيكات دي. بصوا كده، عصايه الشيش هنا هتساعدنا جدا جدا ان احنا نوقف الكرتونه التانيه بمنتهى السهوله، نلزقها بقى بشمع، بمسدس شمع. هي التورتايه هنا كانت عندي قريبه وانا هوصلها بنفسي بالعربيه، فما كنتش محتاجه لان انا اثبت بمسدس الشمع. بس الطريقه دي سهله جدا جدا، وحل ما وصلتلوش الا بعد سنين من الشغل يعني، بعد زنقات كتير قوي، وهتوصل لنا زي الفل. وما احتاجناش ان احنا نشيل الحاجات وتتركب عند العميله، او احتاجنا ان احنا لازم يكون عندنا العلبه 17 سم. كلنا بنتعرض للموقف ده اصلا، وما بنلاقيش الكراتين او المقاسات اللي احنا عايزينها، فلازم طبعا نتصرف عشان الاوردر يوصل بسلامه. شكرا جدا، ما تنسوش تعملوا لايك لشيف اسماء طه. مع السلامه.